مم. امبارح بالليل العشاء اتشال زي ما هو، وادي الفطار شيلته. انتوا مش ناويين تاكلوا؟ شيل. ياه، ده انتوا جيتوا على نفسكوا قوي. أرجوك تساعدني، لازم تساعدني علشان أعرف أعالجك. مش هتعرف تعيش طول ما أنت متوهم إن في ناس عاوزة تذبحك وتاكلك. اخرج من القفص اللي أنت حابس نفسك فيه، اخرج للدنيا، شوف قد إيه هي جميلة. حتى لو في حد ذبحك وكلك، ما تنساش إن ده الثمن اللي بتدفعه لرقي الإنسان من أجل الحضارة. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور نبيل. هو حضرتك كنت بتكلم حد؟ ايوه، الارنب ده. ساعات الواحد يحب يكلم اي حاجه، اي حد. غريبه مش كده؟ لا ابدا، بالعكس يا فندم. هو دقيقة واحدة. تحت امرك يا فندم. سيادتك كنت طلبتني؟ اتفضل اقعد على المكتب وافتح الملف ده. ما يصحش يا فندم. اقعد. حالة اكتئاب شديد وتوتر نفسي نتج عنها خوف من الفشل، خوف من عدم القدرة على إثبات الذات، وفي نفس الوقت خوف كبير من الناس. أولهم أحمد عبد الفتاح، كان موظف في بنك. في 354 على 641 في 18. كان كاتب كتابه. الجو جميل قوي يا حبيبتي. يبقى لازم ندخل جمعية ب6 جنيه و40 قرش في الشهر، عشان 640 في 12 يساوي 2 في 4 ب8، و6 في 2 ب12، ومعنا الواحد. ولسه معانا الواحد. يبقى 354 جنيه في 5.5 على 1986 في 12 قرش. يبقى المسحوب 1437. في الحالة دي يبقى 25 جنيه إيجار شقة. بعد اللجنة يبقى 35 جنيه. و12 جنيه و534 مليم قسط تلاجة، زائد 17 جنيه و300 مليم قسط سجادة، زائد 25,000 جنيه مواصلات، لأن الواحد لازم يركب طيارة هليكوبتر. إذا المصاريف 42,000 جنيه في الشهر. يبقى الواحد مرتبه لازم يبقى 43,000 جنيه عشان يقدر يحوش كل شهر 1000 جنيه للزمن. إذا يبقى 43,000 جنيه على 5 على 5 43,000 على 5. 5 في 5. استاذ احمد مش كده. 5 في 5 مش معقول. 5 في 5 صاحب بكام؟ واحد الله. 5 في 5 بكام؟ بالراحة. 5 في 5 بكام؟ ما تعملش 5 في 5 بكام؟ استريح بس. 5 في 5 بكام؟ 5 في 5 بكام؟ 5 في 5 بكام؟ 5 في 5 بكام؟ والنتيجة معروفة طبعا. ده من النوع الرومانسي الحالم. مسكين اكتشف ان الدنيا كلها ارقام، وان الارقام بتضغط على عقله في كل مكان. ما استحملش، انهار. وللاسف حصل له ضعف في منطقة الارقام في المخ، نسي جدول الضرب، ولا زال ما يعرفش 1 في 1 يساوي كام. والتاني مدحت، مطرب هاوي بيلعب جيتار وبيعشق الفن، وكانت ليه امال كبيره. اترشح للجائزه الاولى في مهرجان الاغنيه، لكن ابوه كانت رغبته انه يطلعه ضابط بوليس غصب عنه. من حبايبي، من حبايبي،
من حبايبي كويس، يلا يلا يلا. من حبايبي من حبايبي حلو. من حبايبي من حبايبي كويس، يلا. ايه شغالة تاني. بابا راجل اتجنن. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ من حبايبي. حظ وحش أوي. طيب ده اللي بعده حظه اوحش. محمد يوسف شاب رياضي ممتاز. التمرين بيعمل احسن ارقام وكان مرشح لدورة ميونخ، لكن عمره ما نجح في المسابقة. لازم تحصل له حاجة تعطله. ده أسوأ حظ في الدنيا. أول كابورياية في التاريخ تدخل حمام سباحة. وده جنيدي. ده أنا أعرفه كويس. مش ده اللي كان جون المنتخب؟ ايوه، ومن احسن الاجوان في مصر. النادي وراه جمهور ضخم، كانوا معلقين عليه امل كبير، معلقين صوره في كل حته. واخر ماتش لعبه كان على نهائي الكاس بالليل قبل الماتش. الازازه دي ترش منها على خط الباكات، ودي ترش منها على دايره السنتر، وعند نقطه البلنتي تدفن القرص ده، والحجاب ده تدفنه تحت الشبكه من بره من بره، وان شاء الله ما فيش كوره هتهود ناحيه الجول. كل الكور هتطلع اوت. اعتبر الماتش في جيبك. من على بعد 60 يارد هيشوط في الجول. ياه، ضعيفة ضعيفة قوي. مش معقول، مش ممكن تخش الجول دي كمان. الله، يا خبر ابيض، هتدخل جوه الجول. جول جول جول. مستحيل يخش فيه 22 جول في ماتش واحد، لكن ايه، زي ما دايما بنقول لكم بقى، الكوره جوال. الله، جنيدي سايب الملعب وطالع بره. الله، فعلا طالع بره. حاجه ما حصلتش ابدا، ما شفتهاش ابدا. لازم مش طبيعي ابدا النهارده. مش عارف، الله اعلم، يمكن حصل له حاجه في عقله. فعلا انا بدي اكلم الحاجات الاسباب غلط. اللي تملي بكلمه. قطعا دفنوا تحت الشبكه من جوه الجون. اوف كورس. باي باي يا باي. كان الله يرحمه محمد عبد ربه جول مدرسه السعديه، واحنا في الخدويه بنلعب معاه، كنا بنلعب الماتش ساعه ونص ويمكن في اكسترا تايم، والياخه ايه ولعب ايه وبيحدف نفسه ودايفز ويطلع، والكوره تو ممسكها بصدره زي الحديد ما تقعش منه. الجول ده ليه مميزات خاصه، يبقى شجاع
ويبقى عنده لياقه ويقدر ينط ويقدر يمسك بايديه الاثنين ويقدر يلعب برجله. ادي الاجوال اللي احنا بنعرفها وبنشوفها. تلاقيه بيخاف من الكوره من يوميها. يا ريت، ده بيخاف من اي حاجه مدوره. من الناحيه الطبيه علاجهم انتهى، بس انا متخوف لو حدفناهم وسط المجتمع مره واحده، واحتمل جدا انهم يرجعوا لنا بكره. والحل؟ مش عارف، ما هو ده الموضوع اللي كنت عايز اكلمك فيه. لو سمحت لي يا فندم، انا بقترح اننا نرجعهم المجتمع بالتدريج وتحت الملاحظه برضه. لازم يقعدوا في مكان هادي ويبقوا قريبين من الناس في الوقت نفسه. طيب ولو حد فيهم ما تخافش يا فندم، انا واثق من نجاح التجربه دي جدا. بس تحت شرط انك تفتح عينيك، ولو حصل لهم اي مضاعفات ترجع بيهم المستشفى على طول. طبعا يا فندم، بس سيادتك تؤمر لنا بالرحله فورا. انا موافق، وانت تفتحهم في الموضوع فورا. شكرا. خلاص زهقتوا مننا، عايزيننا نتعب تاني؟ احنا ما صدقنا جينا هنا. هترجعونا تاني نعيش مع المجانين اللي بره؟ بلاش اسكندريه يا دكتور، نروح حته ما فيهاش كابوري، ما فيهاش ميه والنبي. تفتكر هنروح فين في الصيف؟ اسيوط. دكتور، اسكندريه مليانه ماتشات دلوقتي والدوري الصيفي ابتدى. هنروح في حته ما فيهاش كوره. ارجوك يا دكتور، مش بس الكوره اللي بتتعب اعصابي، اي حاجه مدوره. وانت عارف اسكندريه. ارجوك انتوا تسمعوا كلامي، اوعدكم لو اتضايقتوا ترجعوا هنا فورا. ما تعتبرنا رحنا وتعبنا ورجعنا. يا دكتور يلا انتوا، هو بلاش كلام فارغ. هتقعدوا هنا على طول ولا ايه؟ يلا قدام بشراتكم. ايه؟ يلا. اللي يشوفنا واحنا لابسين اسود كده يفتكرنا طالعين القرافه، مش رايحين نصيف. مش عايز كتر كلام، نلبس اللي نلبسه واحنا احرار. نفسي اعرف احنا لابسين اسود ليه؟ مين اللي مات لنا يا بابا؟ الفضيلة ماتت، الأخلاق ماتت. قرايبنا دول يا بابا؟ قرايبي أنا، الحاجتين الوحيدتين في هذه الدنيا الفانية اللي أنا عايش علشانهم ماتوا، اندفنوا. عشان كده لازم نلبس أسود. بس انت لابس ابيض يا بابا. لا، أنا لابس جرافطة سودا وبس خلاص، ومش عاوز كتر كلام لحسن وديني أرجعكم تاني. فاهمين؟ يعني عربيتي عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ قوي قوي، اتفضلوا. ميرسي. يلا يا طنط. اسمي ناجي عبد السلام. محسوبك حسن حقنة، أحسن تمرجي في مصر كلها. اهلا وسهلا. دكتور نبيل عبد الهادي. اهلا. ودي عمتي الانسه عايشه. اسمحي لي يا فندم اقدم لك الدكاتره. مدحت، محمد، جنيدي، احمد. اهلا وسهلا. بشتغل مدرسه رياضه. رياضة؟ حساب يعني ارقام؟ لا أنا 1999 معنا الواحد ومعنا الواحد. لا 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 يا دكتور ارجوك، وقف يا اسطى، نزلوني هنا، عايز ارجع مصر، عايز ارجع دلوقتي حالا. ايزي ايزي. حسن، اهدى. انا قصدي مدرسه رياضه، العاب يعني، العاب. اتفضل. كورة. مش قلت لك يا دكتور؟ مش قلت لك رجعنا، ابوس ايدك. ايزي ايزي. معلش يا مدام، اصله عنده حساسيه ضد البرتقال. والتاني عنده حساسيه ضد الرياض. ماجي، ما تيجي ننزل من هنا احسن انا بقى اللي هتجيلي حساسيه في العربيه دي. ايزي قربنا نوصل. وحضراتكم بقى احنا لجنه مكافحه تلوث البيئه. تبع وزاره الصحه؟ لا،
تبع مكافحة المخدرات. اي خدمه. أنا عبد الحفيظ المتحفظ، اهلا. المفتش السابق بالتعليم الخاص، ودول بناتي. الجناح اللي حجزاه عيلة الكفراوي من هنا يا فندم. كفراوي؟ مش حضرتكم جايين تعزوا في عبد السلام بيه الكفراوي؟ من هنا يا فندم. الأسرة حاجزة جناح المعزيين من هنا اهو. احنا مش جايين نعزي يا فندم، احنا جايين نصيف. تصيفوا؟ أهلا يا فندم، أهلا أهلا، تحت أمركم. أنا عايز أوضتين من غير شبابيك على البحر، ويستحسن من غير شبابيك ولا بحر، وعايز كمان الجيران ما يكونوش رجالة. امشي في حالك يا قليل الأدب يا تلح. وإذا كان الجيران ستات تكون أخلاقهم كويسة. وإذا كانت أخلاقهم كويسة نجيب لحضرتك ضمان من الأوتيل إن أخلاقهم هتفضل كويسة طول الصيف. يا ريت. ومن غير شبابيك خالص، ويستحسن يكونوا من غير أبواب. يا ريت. أهو أنا دلوقتي عرفت طلب حضرتك. الحاجات دي يا فندم تلاقيها في القرافة. حضرتك عايز تربة. أنت بتتريق عليا يا أستاذ عشان بحافظ على بناتي؟ لازم يعني أتهتك زيكم؟ لازم أتبرج؟ يا سيد يا محترم، أنا ما قلتش حاجة. اخرس! أنتم يا من تذبحون الفضيلة كل يوم، معلش، بل كل لحظة بهذا العري. معلش، اوعى ما تفضحناش، سيبني. ما تفضحناش. أنتم أيها الهالكون، أنتم يا من ستدخلون جهنم بأسرع مما تظنون. إنكم تتميهون أي ترتدون المايوهات، ولا تكتفون بهذا بل تتبكبكون أي ترتدون البيكيني. ثم لا يعجبكم كلامي. ربنا يوصف أمركم. تتصوري ان ده هناكي؟ مين؟ الأستاذ عبد الحفيظ اللي كان زميل المرحوم أبوكي. يا نيالة، هتنزل ولا ندهلك بوليس هناك ده؟ انزل! اللي اتأدب ومسخرة. خلاص من فضلكم يا حضرات، خلاص مش عايزين لما اتفضلوا بقى. أيوة. خلاص يا أستاذ عبد الحفيظ، حصل خير، هدي كده وروق. حصل خير يا أستاذ أسامة، ضابط الأمن بالفندق والقائم بأعمال مدير. حقك عليا يا أستاذ عبد الحفيظ، حصل خير. ما يلا يا أختي أنت وهي. أهلا أستاذ عبد الحفيظ، أنت مش فاكرني ولا إيه؟ مش فاكرك ازاي؟ اهلا ست عيشه. مش برضه ماجي بنت عبد السلام افندي الله يرحمه؟ أهلا، ازيك يا عمي؟ مش عرفني على الحلوين دول؟ حلوين؟ مديحة، راوية، زينب. حلو قوي اللبس اللي انتوا لابسينه ده، بس لو كان جلد كان يبقى أجمل. لا، هو لو كان حديد يبقى أظرف. لو كان بإيدي كنت عملته حديد، لكن رحمة بيهم سبتهم يعملوه صوف. أنا طالع أطمن على الأوض وارجع لكم هنا تاني. ست عيشة، أوصيكي بالبنات لحد ما أرجع. عمو انت هتعمل نمرة دي تاني بالليل؟ نمرة؟ امشي. قلة أدب. نعم، انتوا هتناموا لي هنا كمان؟ يلا يا اساتذة، كله يلبس المايوهات. انت يا سي احمد قوم. معلش يا دكتور، بلاش انا، كل الميه دي. كله هيلبس المايوهات. خلاص يا دكتور، جينا اسكندريه واتضايقنا، نرجع بقى نصيف في المستشفى. طراوة اكتر. عيب يا اساتذة اللي بتعملوه ده. يلا فوت قدامي.
يلا فوت قدامي. حاضر يا بيه. نسيت المخدة. نعم. انتوا لسه هنا؟ يلا قدامي على البحر كله، وسايبين جنيدي لغايه دلوقتي؟ يلا قدامي. يلا يا جنيدي يا جنيدي. يلا يا كابتن. جنيدي يا عيش جنيدي يا عيش عيش جنيدي يا عيش عيش جنيدي يا عيش جنيدي يا مش قلت لكم كل حاجه هنا مدوره، كل حاجه كل حاجه. 22 جون في نص ساعه. يا جبله. اشوط. عديتها يا عيل. حقنة المهدئ، حقنة المهدئ يا دكتور. لا، من غير مهدئ. اقف يا جنيدي، اقف ثابت واهدى. الكرة اهي، هتمسك الكرة دي ومش هيحصل لك حاجة أبدا. امسك كرة، امسك كرة. خليك ماسكها. مش عارف. كورة. اوعى تقع منك. اوعى. لا اوعى. امسك كرة. خليك ماسكها. مش بقول لك انا مفوت. قدامي كلكم. امسك يا دكتور. بص. يلا. احمد. لا خد قدامي. لا بلاش النبي يا دكتور. جنيدي. امسك. هات الكرة يا جنيدي. شوتوا عليه. يا سلام يا جنيدي، يا سلام. شوطة حلوة وصد أحلى. يا واد لعيب، يا واد لعيب. النهارده جنيدي متألق أوي أوي. صد 22 كورة لا يمكن يصدوا أبدا. أنا ما شفتش كده أبدا. أنا عاوز الأشبال اللي قاعدين جنب التلفزيون واللي تملي بكلمهم واللي عاوزين يلعبوا جوال، كل جول لازم يكون شجاع. يا سلام يا سلام يا سلام. عاوزهم ياخدوا بالهم منه وهو بيطير كده في الهواء. شفت الطيرة اللي فاتت دي؟ مفيش كده ابدا يا سيدي. ده بيعزف مش بيلعب كوره. ده بيفكرني بعبد ربه جول السعديه الله يرحمه. مره عبد ربه. وانتوا هتفضلوا لابسين كده على طول؟ طبعا لو قلعناهم ممكن يذبحنا. وده عيشة ايه المرار دي؟ اهو زي ما انت شايفه يا طنط. طنط عيشه يا قلبي. عايزين نقعد على البحر. بس اوعوا تنزلوا المية. ميه؟ هو احنا مجانين؟ مساكين قوي البنات دول. اول مره اعرف ان لسه في بنات عايشه في عصر الحريم. جود مورنينج. والله كله بأمر. عارف أهم حاجة في الإنسان السليم إيه يا حسن؟ انه يكون بياكل كويس. لا، إنه يكون بيلعب كويس. بيلعب. نو ايه؟ Now. Now. معلش والنبي، معلش والنبي يا دكتور. انزل. ايش ضمان ما فيهاش كابوريا يا دكتور؟ ما فيهاش. طب مرة من أول نهار. لازم يعني؟ فوت قدامي. نهار اسود.
وبعدين معاك. حاضر. ما نزلتش ليه يا احمد؟ هما كده مظبوطين. 3 زائد 3. لو نزلت انا المسائل هتتلخبط ويزيد التوتر في المنطقة. هما 3 زائد 3 6 مش كده؟ بس ممكن يبقوا 8. لا يا ما جوش معقول زي ما بقول خبرات. اهلا. امال فين البنات يا ست عيشه؟ اهم قاعدين في البحر المالح. ايه اللي وداهم البحر؟ انا مش موصيك يا ست عيشه. وهما بيعملوا ايه؟ ما هم قاعدين قدامك اهم. مش كده يا استاذ عبد الحفيظ، مفيش داعي تضغط عليهم اكتر من كده لحسن يتبعتروا منك وما تعرفش تلمهم. انا عارف بناتي كويس، مش هم اللي يتبعتروا، جايز ناس تانية. قصدك مين يا استاذ عبد الحفيظ؟ يا ماجي يا بنتي، مع احترامي لوالدك الله يرحمه، الا اني معترض على لبسك ده. انا كمان معترض عليه وعشان كده هقلعه. يلا يا طنط احنا جايين نصيف مش نتنكد. يا نهارك مهبب. يلا يا طنط. يلا يا روح طنط. العالم انحلت، حتى برفان كمان. لا مؤاخذة، أنا بشبه على حضرتك. مش حضرتك أبلة نوال قبل نوال مين؟ اللي كانت بتدرس لي في ابتدائي؟ يا صغنن. لا انا قبل مديحه. أبلة مديحة، حضرتك كنت بتدرسي لي في الحضانة. فعلا الكلام ده من حوالي 35 سنه، بس انا هفتكر مين ولا مين؟ ده انا كان عندي في الفصل 40 عيل. انت مين فيهم؟ أنا مدحت يا أبلة. مش معقول. مهم. بجد؟ آه، ولا كبرت يا مدحت اهو بقيت عريس يا أبلة. فاكراك طبعا. كنت عيل قوي انت، كنت بترايل على نفسك كنت بعمل حاجات كتير قوي على نفسي. وبتشتغل ايه دلوقتي يا مدحت؟ دكتور يا أبلة. غريبة، اللي يشوفك يقول عليك عيان. مدموزيل، مش حضرتك برضو اللي كنت لابسه الخيمه السوداء؟ الخيمة السوداء كتك خيمة. فعلا زي ما توقعت بالظبط. اول ما شفت جسمك كنت عايمه عرفت انك بنت نكته. ايوه يا سيدي، انا اللي كنت لابسه الخيمة السوداء. عايز حاجة؟ ابدا، بس كنت عايز احذرك ان في هنا مفتشين تموين كتير، واحد فيهم يهفك مخالفه ولا حاجه. يهفني مخالفة؟ ليه؟ بتهمه اخفاء مواد تموينيه. ده انت الظاهر عليك كلامك زي الدش. بتعتبرني مواد تموينية؟ طبعا، ده انت تتاكلي اكل. مالكيش حق ابدا تخبي الجمال ده كله. وانت على كده بتبيع ايه؟ انا جنيدي المشهور بتاع الكوره. انا مش متابعة الكورة. الحمد لله الحمد لله. تيجي نغفى سوا؟ ليه؟ اسمعك ام الخلول وهي بتغني. لا يا حيدر، مش عايزة اسمع ام الخلول تحت المية. بلاش تحت الميه، نسمعها على البلاج الليلة دي. ها؟ افكر. الله، ده الجدع بتاع الحساسية اهو. اهلا. اهلا. اقعدي هنا يا طنط على منزل ميه وارجع لك. اوكي. تقعدي فين يا ست هاني؟ دي شمسيه خاصه بلجنه مكافحه تلوث البيئه. الله، يعني انت شايفنا هنلوث البيئه؟ ولا شايفنا يعني جايبين الفسيخ والبطيخ وحلة المحشي؟ مالك يا استاذ؟ ايه؟ مالك مش طبيعي ليه؟ مش طبيعي؟ اه انا فهمتك. ما هي بتبتدي كده، عايزه تتخانقي معايا وبعدين نتصالح وبعدين نتصاحب وبعدين نحب بعض وبعدين تخطبيني، والحكايه تمشي على العال لحد ما نكتب كتب الكتاب. ساعتها تتفتح عليا ابواب جهنم،
لا يا حدا اطلعي من دول، انا مش عايز اتخانق معاكي، اتكلي على الله. ياه، انت واثق من نفسك قوي، فاكر ان كل بنت هتترمي عليك؟ لا اطمن، انا مخطوبه. طب بتتكلمي معايا ليه مدام مخطوبه؟ برضه هنتخانق ونتصالح ونتصاحب ونحب بعض وتفسخي خطوبتك. فسختها من شهرين. مش قلتلك؟ والله العظيم انا عارف قبل ما اجي اسكندريه، عارف اني جاي هنا عشان اروح في داهيه. وايه اللي جابك؟ مش نزل الميه؟ حاجه غريبه جدا. انت مالك يا ست انت؟ مالك اذا كنت انزل البحر ولا ما انزلوش؟ جرى يا جدع انت هي قالت لك حاجه، انت بتتلكك ولا ايه؟ طب وديني يا نازل البحر اما اشوف حكايتها ايه معايا الست دي. صباح الخير، صباح الخير يا ست عيشة. صباح النور يا حسن يا حق. انت مش نازل البحر؟ لو علي انا انزل 7 أرض. حلو قوي كده. خدي بقى نفس طويل وطلعيه في الميه. طب وحركه الايد؟ اهي. ياه، ده انت بتعامل الميه برقه شديده جدا، زي ما تكون جزء منه. فعلا الميه كانت حياتي كلها. ودلوقتي مش عارف. على العموم انت بتعمل حلو قوي. يلا بقى وريني. ساعدني. هساعدك. يلا حط راسك في الميه. انت شاورت لي ليه وانت في العربيه؟ مش عارف. طب انت شاورتي لي ليه؟ علشان انت شاورت لي. مش مهم، المهم ان احنا الاتنين شاورنا لبعض. علمني العوم. انا راجل عصام يا ست عيشة، بدأت حياتي من ما فيش. انا دلوقتي ممرض درجة أولى. السنة اللي فاتت خدت ميدالية الحقن الذهبية في مسابقة العلاج الطبيعي. يا سلام. والله. عارفة يا ست عيشة انا ابتديت حياتي ازاي؟ تمرجي؟ لا، عيان. وصلت السنة دي والحمد لله للإعدادية. يعني كل اللي فاضل لي 3 سنين ثانوية عامة، 7 سنين كلية طب، وسنة امتياز. يعني 11 سنة الواحد يقضيهم بالطول ولا بالعرض، وابقى دكتور قد الدنيا وابتدي حياتي بقى. وانت يا ست عيشة ابتديتي حياتك ازاي؟ انا يا اخويا لسه ما ابتديتهاش. يا سلام لو تستنيني ال11 سنة دول. قلتي ايه؟ عايز اقابل مدير الاوتيل لو سمحت. اتفضل يا فندم، مكتب الاستاذ اسامه من هنا. متشكر. العفو. يعني حضرتك عايز 6 فطار و6 غدا و6 عشاء كل يوم؟ بلاش العشاء. بس احنا يا فندم ما نقدرش نوصل الطلبات لحد الشاليه. نيجي هنا ناكل في المطعم. ولو سمحت خلي الفاتوره باسم لجنه مكافحه تلوث البيئه. مين؟ عارفها، تبع الامم المتحده. طب تحب نكتب الفاتوره باسم الاستاذ فالدهايم؟ لا، خليها باسم اللجنه. اوكي. الله، المايو اللي كان هنا راح فين؟ مين خد المايو اللي كان هنا؟ مين خد المايو اللي كان هنا؟ انا عايز اعرف مين المسؤول هنا. ازاي المايو يتسرق من الاوتيل؟ المايو بتاعي كان قصاد الاوضه، مسافه ما دخلت الاوضه وخرجت ما لقيتوش. طب اتفضلي استريحي، هنجيبهولك حالا. الاوتيل عمره ما حصلت فيه حاجه زي دي. اطمني، دقايق ويكون عندك المايو. هو اتسرق بقاله قد ايه؟ مفيش من دقيقه. مفيش من دقيقه. كويس، ده معناه اللي سرق المايوه لم يتمكن من مغادرة البلاد. أنا أسامة، حصروا المنطقة، اقفلوا مداخل العجمي. يا سلام، 11 سنة قول كمان 15 سنة لحد ما الواحد يكون نفسه ويفتح عيادة، يبقوا 26 سنة. لا هانت. جماعة فين يا حسن؟ جوه يا دكتور بيستريحوا شوية. امال فين جنيد؟ قال انه هيتاخر شويه. النهارده كنا اخر فل، كلنا حبينا كلهم. اطمن يا دكتور، ان شاء الله مش هيبقى في متاعب. متاعب؟ الظاهر انها ابتدت. رايح فين؟ دوختني معاك الليله دي، انت يا حيوان. انا شاكك فيك من الاول. يظهر انك كلب بلدي وبتتنكر في هيئه كلب بوليسي، لا بتشم حاجه ولا بتنيل حاجه، وهتفضحني في المنطقه. اسمع، انا تعبت، هرجع المكتب.
وانت تدور على المايوه تجيبه وتيجي، فاهم؟ يلا غور امشي، جاتك البلا في شكلك. مفيش نزول بالليل، في حظر تجول، وبالنهار كمان مفيش نزول البحر. حد قالك عايزين ننزل البحر؟ ده احنا حتى ما عندناش مايوهات، بس مية البحر مفيدة للجسم يا بابا. حملالكوا البانيو مية بحر وتستحموا هنا. وعلى ايه التعب ده كله؟ مش عايزين. بفتكر يعني. تصبحوا على خير. وانت من اهله. طيب كل واحد يرجع مكانه، افتحوا مداخل عجمي، انا هتصرف. احنا اسفين قوي يا ست هانم، بالرغم من كل الجهود الجباره التي قامت بها اجهزه الامن في الاوتيل وفي المنطقه، الا اننا مش لاقيين مايوه. ومع ذلك الاوتيل مستعد يجيب لك مايوه تاني او يدفع لك ثمنه. لا اخد ثمنه. قوي. هو ثمنه كام؟ 140 جنيه. 140 ايه؟ ليه؟ هو المايوه لما اتسرق كان جواه حد؟ ايه الله، وريني، هاتي المرايه، هاتي المرايه. الله، استني اربط لك. لقيتي الحلق؟ يلا يا اوام، يلا ما تيجي، يلا استني. يا عفريتة، معاكي المفتاح، استني لما يفتحش. طب افتحي بسرعة بقى. ايه في حد عندك؟ في حد؟ يلا ورايا، تعالي يا زينب. اللهم اجعله خير. ومسموح لك تسهري بره للساعة كام؟ ده مش مسموح لي اسهر بره خالص. يعني ايه؟ هتسيبيني دلوقتي؟ لا، بس لازم نكون في السرير قبل شروق الشمس. المفروض ان احنا نايمين دلوقتي. بابا قفل علينا الباب والشباك، ولما اطمن ان احنا نمنا راح نام. طب لو صحي ما لقاكوش في اوضتكم هيعمل ايه؟ ابدا، خبر صغنن قوي في الجورنال قد كده اهو، بس في صفحة الحوادث. ايوه فهمت. العثور على 3 بنات اخوات حلوات مسبوحات. الاب يعترف ويصيح: غسلت عاري بيدي. انت بتهزر؟ دي حاجة ممكن تحصل بمنتهى البساطة. الله، جيتار. ايوه جيتار. جيتار بيعزف عليه موظف، بيعزف زي ما يكون بيمضي بوسطة، بيعزف بصوابعه مش بقلبه. انت بتعرف مزيكا؟ يعني بتعزف جيتار؟ شوية. ليه؟ انت بتحبي المزيكا؟ اكتر من اي حاجة في الدنيا. لو كنت نايمة في 7 نومة وسمعت مزيكا جسمي يرقص لوحده. يا سلام، للدرجة دي؟ ده انا سقطت في الثانوية العامة 4 مرات بسبب المزيكا. ليه؟ كانت بتمنعك من المذاكرة؟ ابدا، جنب لجنة الامتحان كان في محل بتاع اسطوانات، احنا ندخل نمتحن من هنا وهو يدور اسطوانات المزيكا من هنا. اسيب ورقة الاسئلة وهات يا راس. مدحت، عايزة اسمعك، نفسي تغنيلي لوحدي. انا ما مسكتش جيتار من ساعة ما دخلت الطب. قبل كده كان كل امل يكون مطرب كبير، عبد الحليم حافظ، موسيقار. كان بيتهيألي اني ممكن اكون سيد درويش التاني. لكن بقى من ساعة ما الواحد بقى دكتور
انت شخص غريب قوي يا مدحت. ليه يا حبيبتي؟ انت ملاحظه عليا حاجه غريبه؟ ده بالعكس، ده انا طبيعي جدا. مش قصدي، يعني دكتور وبتعزف جيتار وعضو لجنة تلوث البيئة. انا اشرح لك يا ستي. اصل اللجنه دي فيها من كله، بتاع كوره على موسيقى على دكتور على تمرجي. بس انا لسه برضو مش فاهمة ايه صلة الكورة بتلوث البيئة؟ مش الكوره بتمشي في الارض وبعدين بتتشاط في الهواء؟ ايوه. ولما الكوره بتمشي على الارض مش بتشيل تراب؟ ايوه. وعشان التراب فيه ميكروبات، اذا الكوره ممكن تلوث البيئه. عشان كده انت عضو في اللجنة. طبعا، وبناء على الابحاث بتاعتنا ممكن تتغير كل قوانين الكوره وكل قوانين البيئه. انت لخبطتني، مش فاهمة حاجة. يعني مثلا احنا اقترحنا حاجه في اللجنه، ان خشبه الجون لازم يتركب فيها حوض وحنفيه وصابون. بعد الجون ما يمسك الكوره يخش يغسل ايديه. انت ظريف قوي يا جنيد. الله يخليك. قاعد تدش في اي هبل بس بطريقة مقنعة قوي. مش كده والنبي، احنا هناخد منه ايه؟ عشان كده انت ما رضيتش تمسك الكورة في ال 22 جون اللي جون فيك. ها؟ مين قالك الحكايه دي؟ زينب اختي، اصلها غاوية كورة، ولما قلت لها على اسمك عرفتك على طول. وقالت لك ايه كمان؟ ابدا، بتقول انك اختفيت بعد الماتش ده. رحت فين؟ كنت في بعثه، انما والله العظيم يا راوي يا اختي ال 22 جون دول ما جم فيا انا، لو كانوا جم فيا كنت مسكتهم. امال جون في مين؟ في الشبكه طبعا، اللي بقت تعدي من فوق ومن تحت ومن جنبي. هاروني. بقول ايه؟ ما تيجي نبطل كلام بقى. هو انا كلمت يا غلباوي؟ انا بستنى انك تقفل بقك من ساعتين. اهو. انا طلبت منك تعلمني العوم بس. انا اسف. محمد. نعم. تفتكر اللي احنا عملناه ده غلط؟ لا. امال اعتذرت عنه ليه؟ ما اعرفش، خفت تكون اتضايقتي. انا فعلا اتضايقت، بس ما عنديش مانع اتضايق تاني. محمد، في مسابقه للسباحه يعملوها بعد 3 ايام، ما تشترك فيها؟ انا شايفه انك بتعمل كويس قوي. انا في يوم من الايام عملت احسن ارقام في 1500 متر، بس بقالي كتير ما اتمرنتش. تتمرن ومن بكره الصبح. تفتكر هجيب نتيجه؟ النتيجه بتاعت ربنا، المهم ان احنا نحاول. ما عرفتش اواصل معاه، طبيعته مختلفة عني. رجعت له الشبكة والدبلة. قعدتوا مخطوبين كتير؟ 2 شهر. واضح انك تسرعتي. لا، انا تسرعت لما وافقت على الخطوبة. ده واحد بيحسب كل حاجة اكتر من اللازم. تصور ما يكلمنيش الا لما يقول رقم. ماجي، انا عازمك على السينما الليلة دي. هندخل بلكون من ابو 30.5، وقرش معون الشتاء يبقى 31.5، ونتعشى وناخد تاكسي ب17 قرش، يعني السحرة هتقفل لها على 165 قرش. للدرجة دي؟ ده بيفكرني بواحدة. ظريفة قوي البلوزة اللي انت لابساها دي يا ماجي، بتاعت 7 جنيه وربع على الأقل، فيها قماش بس ب5 جنيه ونص، ويجي 140 تفصيل. أعوذ بالله، وما حاولتيش تعالجيه ده؟ النوع ده ما يتعالجش، لو حاولت أعالجه هيجيلي انهيار عصبي وأدخل المستشفى. فعلا حصلت لواحد صاحبي. وعلى إيه؟ أنا مش مستغنية عن عقلي، رجعت له الشبكة والدبلة بدون تردد. وطبعا تلاقيه باعهم بحوالي 140 جنيه و65 قرش و4 مليم. ماجي، انت بكره بالنهار هتكوني فين؟ احنا فين وبكره فين؟ الليله دي لسه ما خلصتش يا احمد. يعني ايه؟ مش هشوفك بكره بالنهار؟ هتشوفني، بس مش هنقدر نتكلم. طول ما بابا صاحي يقعدنا قدامه زي الغفر. نتقابل قبل ما يصحى. ده بيصحى 6 الصبح. ما عدا بكره هيصحى 6 بالليل. ازاي؟ ده شغلنا بقى، تخصصنا. اي حد يعكنن على البيئه لازم نوقفه عند حده. حسيت اني مش عارف اعمل بيت، عاجز. قعدت تحسب لي كل حاجه بالمليم، وفي لحظه اكتشفت اني لو اتجوزت مش هعرف احمي بيتي، ولو خلفت مش هعرف احمي اولادي. قبل ما تتجوز وتخلف بتفكر تحميهم ازاي؟ طبعا. تفتكر اي واحد ممكن يحمي مراته وولاده ازاي؟ بالفلوس. الواحد محتاج كميه فلوس كتير قوي. اغلب الناس اللي بيوتهم بتنهار بيبقى معاهم فلوس كتير. البيوت دي بيبقى ناقصها حاجه واحده، الحب. فعلا الحب هندفع منه الخلو ونشتري منه اللحمه والخضار وندفع منه التاكسيات ومصاريف العيال. ماجي، انت ظهرت في حياتي ليه؟ انا فيا اللي مكفيني. تحب اوصلك الاوتيل؟ ايوه، يلا وصلني الاوتيل. لا، مش قصدي اوصلك دلوقتي على طول. امال؟ بعد ساعتين كده ولا حاجه.
بابا مسافر؟ ابدا نايم في اوضته. ولما يصحى ويلاقيكوا لابسين كده؟ ده باين عليه مش هيصحى قبل العصر. قام الصبح فتح لنا الباب ورجع اوضته. اه نام تاني، جبنا له الفطار كل وهو نايم. لازم خد ضربة شمس. يبقى نقول الدكتور مدحت يشوفه. الجيتار ما يتمسكش كده يا دكتور. هو حضرتك فاكره ايه؟ عيان؟ امال يتمسك ازاي؟ معرفش. لا تعرف، بس انت خايف. بلاش يا دكتور بلاش. غريبة ان الجيتار يبقى اقوى منك. هو مش اقوى مني، بس انا مفيش بس يا مدحت. انا نفسي اسمعك. ممكن؟ في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد. في حاجة حصلت، أيوة في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد. أنا حاسس بيك واحنا كمان، أنا عايش فيك واحنا كمان. يبقى أكيد في جو جديد، في جو جديد وبالتأكيد. في حاجة حصلت، أيوة في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد. البحر النهاردة مرايته فستقي، والشمس في المية لهبها بندقي، والرملة تحتنا بتوشوش الودع، غنوة حنينة هتعلموا الدلع. انتوا سامعين؟ أيوة سامعين. انتوا حاسين؟ طبعا حاسين. يبقى أكيد في جو جديد، في جو جديد وبالتأكيد. في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد. إذا كانت الدنيا حلوة ده عشان احنا حلوين، وإذا كنتم سامعين غنوة عارفين دي بتاعت مين؟ لا مش عارفين، لا مش عارفين. احنا الكلمة الحلوة اللي انتم بتقولوها، واحنا النغمة الحلوة اللي انتم بتسمعوها، احنا الكلمة الحلوة
حلوة اللي انتوا بتقولوها، واحنا النغمة حلوة اللي انتوا بتسمعوها. ده معقول ده معقول. طب بص منك له وشوف، نضرب مثل كده عالمكشوف. الوردة البيضاء دي والوردة الحمراء دي لما انشربوا وارتاحوا فوق الشعر الحرير، كان في الجنينة أحلى ولا دلوقتي أحلى؟ لا كده أحلى بكتير، لا كده أحلى بكتير، لا كده أحلى بكتير، لا كده أحلى بكتير. في ايه يا ولاد جرى ايه يا ولاد مالكم هايصين كده ليه يا ولاد؟ هو انت كمان حطيتي وردة؟ ودي فيها ايه؟ الورد ابو شفا الورد في الشعر حلو بجد، كان في الجنينة صورة مرسومة رسميات، دلوقتي شفايف الورد قاعدين بيحبوا بعض، قاعدين بيحبوا بعض، قاعدين بيحبوا بعض. إيه ده كله إيه ده كله، الخيال ده منين ده كله؟ في حاجة حصلت، ايه هي؟ في حاجة بتحصل، ايه هي؟ في حاجة هتحصل بالتأكيد. أصلنا حاسين بحاجات محتاجة لتفسيرات، حاجات كنا بنقراها في حواديت الغراميات. ازاي ده حصل؟ أهو ده اللي حصل. اوهم متهيئات. أنا حاسس إني بعوم، طبيت ما قدرتش أقوم. وأنا رحت أنقذ وما قدرتش أتفلفظ من العضلات. ازاي ده حصل؟ أهو ده اللي حصل. اوهم متهيئات. وانا حاسس زي ما تكون جابوا فيا 60 جول، وأنا رحت أساعده وشطني في الخشب 4 مرات. ازاي ده حصل؟ أهو ده اللي حصل. اوهم متهيئات. كل الإحساس ده هتنسوه بالكاراتيه، لو مارستوه تدوله واحدة تغلبوه وتدوسوا عليه وتكوموه. بتضحك ليه انت كمان؟ حاجة حصلت لك أنت كمان؟ طبعا حصلت لي بس بقاوم من زمان من زمان. طيب ما تقول، ما نزعلش، ما تخافش، يقول ما نضربش. ريحني قول تهدمني قول. يا خرابي هقول هقول هقول. لا مش هتقول، ما عرفنا خلاص من غير ما تقول، من غير ما تقول. انا متهيألي ده استلطاف، أولايا أولايا من غير دوران، ايوه استلطاف. أولايا أولايا. دي فيها ايه خليكوا عاقلين، هو احنا يعني اجدع من مين، هو احنا يعني اجدع من مين؟ الجو النهارده امبارح كان كده، وكان حلو كده، وكان حلو كده. إحنا هنقول الحق وبكل صراحة لا. امبارح كنا بنعيش في كل ده ونحس بكل ده ونحس بكل ده. إحنا هنقول الحق وبكل صراحة لا. يبقى اكيد في جو جديد، في جو جديد وبالتأكيد في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل، في حاجة هتحصل بالتأكيد. في حاجة حصلت، في حاجة بتحصل. أو كده دلوقتي الأهل حقيقي. ايه اللي انت جايبه ده؟ جلابيه بلدي؟ انت هتجنني؟ طب شم وما بتشمش وقلنا عندك زكام، كمان ما بتسمعش. اللي اتسرق مايوه، مايوه يا حيوان يا بجم. انت ايه؟ اطرش. اقعد اقعد اقعد. انت مش عاجز يا احمد؟ لما ببص في عينيك بحس اني رجعت صغيره تاني، بحس ان الدنيا كلها ملكي. صدقني يا احمد، وانا معاك بحس بالامان. اللي ياكل لوحده يظبط. تعالوا اقول لكم حته ضرمه عن كده.
بلاش انت تيجي يا اخ، الظاهر عليك بتخاف من الضلمه. انت تقصد مين بالكلام ده يا اخ؟ ها؟ هو يقصد مين بالكلام اللي قاله ده؟ بلاش يا كابتن الحركات دي، سيبني. يا جماعه سيبني. ايوه يا حبيبي، كنا بنقول ايه؟ لا ولا حاجة، تصبح على خير. اخصى عليك، هتسيبني اروح لوحدي؟ مش على الاقل توصلني؟ أوصلك؟ ده أنا اللي محتاج حد يوصلني. مالك يا احمد؟ ولا حاجة، أديك شفت بنفسك. أنا إنسان عاجز، عاجز حتى عن حماية واحدة صديقتي ماشية معايا في الشارع. دي غابة يا ماجي، غابة، وأنا مش قدها. لازم أنزل مصر الليلة دي. احمد، انت فاهم غلط. لو المسألة قوة كان الطور يبقى مثلنا الأعلى. هي دي الحقيقة، الواحد عشان يعيش لازم يكون في قوة الطور وخفة النمر. ما تكبرش المسألة. انت لو كنت حسيت بالخطر صحيح كنت قدرت تتغلب عليهم، بس انا ما اديتكش فرصة. حبيت اخلص المسألة بسرعة. لأني صعبت عليكي، خفتي عليا. ابدا والله، انا ما حبيتش الليلة الجميلة دي تضيع في الخناق. اللي حصل ده حاجة بسيطة قوي يا احمد، روق، ما تاخدش في بالك. أنا بفكر في حاجة تانية دلوقتي. ايه؟ إنك بتعرفي كاراتيه، وده معناه إن الواحد لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يتخانق معاكي. اديك عرفت، اوعى تزعلني. وأنا أقدر؟ إن كنت قويا أخرجني من هذا الدس، فأنا لا أعرف كيف أرش. إني أغرق. أنت جيت يا ماجي؟ يا ماجي؟ حاجة غريبة أوي. يا خبر اسود، مين اللي بره؟ أنت يا سافل يا منحطي اللي بره، أنت عاوز إيه؟ انا حاسس ان الموسم ده مش هيعدي على خير. ما تتحرك يا باجم، ما تشوف ايه اللي بيحصل. امال انا جايبك ليه؟ زينة؟ دافع فيك دم قلبي عشان تقعد تتفرج عليا؟ بايخ. مين؟ احنا انتوا مين؟ احنا الملايكة. وايه يا اخويا اللي سهر الملايكة لساعة زي دي؟ مساء الخير. مين؟ اتأخرنا عليك يا حبيبي. انتوا اتأخرتوا عليا كتير قوي، اتأخرتوا عليا 40 سنة. معلش يا حبيبي، تصبح على خير. وانت منها اوبا، ملايكة حلوين قوي. باي، تصبح على خير. باي. حلوين قوي. تعالوا احكي. تعالوا يا راوية. حقيقة أنا في عمري حياتي ما وديت يوم حلو كده. تصوروا مدحت بيعزف جيتار. هاتي. أجمل صيف قضيته في حياتي. ربنا يستر ويفضل جميل كده على طول. انتوا ناسين ان بابا على بعد 5 سم مننا، وهو هيعرف منين يا اختي؟ ما تضمنيش، ممكن يفتح الباب في أي لحظة عشان يطمن علينا. تبقى مصيبة. الله يرحمك يا ماما، طول عمرك كنت تقولي لي نعم يا حبيبي، الملايكة بتحرسك. بس بذمتكم، مش كانت أول ليلة نحس فيها إن إحنا عايشين؟ أول ليلة نقدر نلبس فساتيننا وباروكاتنا والحاجات الحلوة اللي مخبيينها طول عمرنا، والنبي ده غل. تصبح على خير. تصبح على خير. ناموا بقى. أبو علي هتصحى بدري يا حسن. هنروح له الساعة 6 بالظبط. عايزين نديها له أوام، لو انكشفنا هنروح في داهية. يا سيدي ما تخافش عليا، نام انت واتكل على الله. تصبح على
تصبح على خير يا حسن. ادخل. هتدخل؟ نعم. صباح الخير. صباح النور يا ابني. التأمين الصحي. ما عندناش حد هنا عيان. مش حضرتك نازل هنا فول بورد؟ ايوه، نوم واكل وعلاج شامل. النزول هنا نوم واكل وعلاج. عريلي العضل لو سمحت. بس انا مش عيان. واحنا لسه هنستناك لحد ما تعيا؟ دي حقنه للوقايه من جميع امراض الصيف. عريلي العضل لو سمحت. هتاخد واحده دلوقتي والتانيه بعد يومين. اعرف بس دي حقنه ايه؟ استنى. ما تعطلناش من فضلك. اسكندريه فيها 1.4 مليون مصيف، يعني لازم نفوت عليهم قبل الساعه 8 الصبح. طب ما تديهم هما في الاول وتخليني انا في الاخر. ما هو يا اما حضرتك تاخد الحقنه يا اما تكتب لي اقرار عن نفسك انك مسؤول عن كل اللي يحصل لك. وانت عارف بقى امراض الصيف، كولر على اسهال على بلاوي كتير قوي. ده انت تحمد ربنا انك نازل فول بور. اخد الحقنه. يلا استعد. يا سلام عليك يا ابو علي يا جن. انت اديته كام سنتي؟ 15. يا نهار اسود. هو النهارده ايه؟ 3. يعني هيصحى يوم السبت. ها يلا. صباح الخير. غريبة، يعرف ابو حفيظ منين دول؟ بعدين شكلهم مريب قوي. اسمع، زي ما يكونوا عاملين عاملة. والله العظيم لا انت فاهم حاجة ولا انت عارف حاجة، بس محسوب عليها كلب بوليس بالكذب. قدامي يا حيوان، قدامي قافل مخي. كمان بتجريني وراك. ماجي، تفتكر القطر فاتني؟ قطر ايه؟ انت ناويه تسافري؟ اسافر ايه؟ انا بتكلم على القطر التاني. انت لسه يا طنط في عز شبابك. يعني لسه ما كبرتش؟ 40 سنه وتقولي كبرتي؟ ده اللي يشوفك ما يديكيش اكتر من 17 سنه. نفس الكلام اللي بيقوله حسن حقنه، يا روحي عليه. النهارده الصبح كان عندي صداع، اداني حقنه. يا سلام يا ماجي لما تشوفيه وهو بيديني الحقنه بيعزف. بس انت تقدم لك قبل كده دكاتره بقى بذمتك، في كل اللي تقدموا لي كان فيهم حد ظريف زي حسن حقنه؟ ده حقنه مش حكايه ظرف، بس المركز الاجتماعي. مركز اجتماعي يا شيخ ارمي. وهو يعني المركز الاجتماعي هيلبس بيجامه ويقعد معايا في الفرندا بالليل؟ ثم انا عندي فلوس كتير، انا هعمل له بهم احسن مركز اجتماعي في مصر. هفتح له مستوصف، اجيب له دكتور على 5 تمرجيه على ممرضه، وهو بقى يقعد سلطان زمانه يدي حقن. والله فكره يا طنط. يا سلام لو كان عندك فلوس كفايه كنا فتحنا بنك لاحمد. لم أكن أتوقع كل هذا النجاح في مهمتي. من المؤكد أنهم قادرون الآن تماما على العودة إلى الحياة وسط المجتمع وبين الناس. إنهم طبيعيون تماما وبدأوا يتمتعون بقدر هائل من الهدوء والثقة بالنفس تجعلهم قادرين على مواجهة أي متاعب مستقبلا. إذا أردت أن تراسلنا ارسل لنا على فندق العجمي هانوفيل. الدكتور نبيل عبد الهادي. المساله اسهل من كده بكتير. هو انت دايما تسهلي كل حاجه كده يا ماجي؟ نقدر نبتدي في اوضه مفروشه وصاله وبعد كده نجهز على مهلينا. يعني مش هتقولي عايزه مطبخ ونجف وسجاد؟ لا يا حبيبي، ان شاء الله نجيبهم بعد 15 سنه. اهم حاجه ان احنا نكون مع بعض يا حبيبي. يا روحي. مفيش داعي يا مدحت،
مفيش داعي للكلام عن الخطوبة والجواز. ليه يا حبيبتي؟ شايفاني ما ينفعش الزوج؟ كل الشبان بيتكلموا في الجواز تحت تأثير الصيف والبحر والموج، هو في الشتاء بينسوا كل حاجة. طب انا بقى مستعد اخطبك واكتب كتابي عليكي جمعة عادي. يعني بتحبني صحيح يا مدحت ولا؟ انا عرفت عشرات قبلك يا مديحة، المرة دي انا بحب فعلا، مستعد انزل النهارده مصر اجيب اهلي يخطبوكي من بابا. بابا؟ مش لما يصحى الاول؟ تصور يا مدحت بقاله يومين لا هو نايم ولا صاحي. حاجة عجيبة قوي، ازاي الكلام ده؟ آخر مرة أنزل فيها فول برد في حياتي. ادوني المطبخ. ابعتولي كوباية قهوة سادة، ولا أقول لك شفشة قهوة سادة، بن تقيل. اخرت عليك يا حبيبتي. تتأخر ولا ما تتأخرش، هو أنا همك في إيه؟ تهميني في ايه؟ ده انت اهم حاجه في حياتي يا روح. كنت فين طول النهار؟ ابدا مش طول النهار ولا حاجه، انا نزلت اسكندريه ساعتين بس. كنت فين ومع مين وبتعمل إيه وليه؟ أنت اتكلم، قول. هعترف. هقول لك بصراحه وما تقوليش لحد من زمايلي. قول. كنت بتمرن، رحت حضرت التمرين مع نادي الاتحاد. ما قلتليش ليه؟ كنت رحت اتفرج عليك. كنت خايف عشان اطلع في شنك. وطلعت ايه؟ في شنك الحمد لله. ما تخافيش يا روح، لقيت نفسي كويس قوي. شاطوا عليا 150 شوط، صديت منهم 3 بس. الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده كده كويس قوي. لازم تنزل الدوري يا جنيدي، لازم. ان شاء الله يا حبيبتي، طول ما انت معايا لو يشوطوا عليا صواريخ على الجون لازم اصدها. جايبه لك مقاله حلوه قوي عن جون انجلترا. ها؟ بيقول فيها ايه؟ بيقول فيها ان ما عرفش يلعب حلو الا بعد ما اتجوز. بنت حلال، عمرك اطول من عمري. عارفه المدرب قال لي ايه؟ عارفه، قال لك لازم تتجوز واحده حلوه ويكون اسمها راويه. اسرح بيا يا حدق. والله ما انا عارف مين الحدق فينا. يا روحي. من غير وش اشوف بختي. فقت الحمد لله. هسهر كتير. انام بقى. المرة دي أحسن، دقيقتين و15 ثانية. لو عرفت على المسافة دي في أقل من دقيقتين أضمن الأول. طب ومستني إيه؟ يلا واحدة. يلا.
ارجوكم فتحوا عينيكم، هاتوا المايوهات اللي بتتسرق دي من تحت تقطيع الارض. أستاذ أسامة. أفندم. أنا تعبان أوي من الفول بورد. زي الكلام ده؟ أول واحد يشتكي الشكوى دي من 20 سنة. 4 أيام دلوقتي وأنا أقوم من النوم أنام تاني. أنت حر، دي لوكاندا تنام تقوم، أنت حر. بيقولوا في واحدة تانية. أنا مش فاهم حاجة، أنت عايز إيه بالظبط؟ مش عايز التانية، عايز أنزل نوم بس. يعني إيه تنزل نوم بس؟ هو كلام عيال ولا إيه؟ النظام هنا فول بورد، عايزنا نغيره عشان حضرتك؟ يا أستاذ بص لي هنا، أنا جيت هنا. أنا عايز أعرف إيه اللي تعب حضرتك بالظبط؟ الحقنة. الإيه؟ يا محمد! محمد! فندم، هات واحد معاك يشيل يا فندم، طلع اوضته. يا استاذ يا محترم. يبقى اطلع لي بره. مصيفين اخر زمن، جاي لي سكران على الصبح حضرته. ايه؟ ازاي الحال؟ ايه حكايه الاستاذ عبد الحفيظ؟ استاذ قال اللي يشوف يوم ما جه وعمال يخطب لي يفتكروا حامي حمى الفضيله، شارب لي نص وقه حضرته على الصبح. ايه اللي حصل لكم ده؟ ايه اللي حصل لكم؟ ما كنتوش كده ابدا. ايه يا استاذ مالك؟ مش عارف انام. مش عارف تنام ليه؟ الملايكة ملايكة؟ داخلين خارجين، حرام عليكم، حطمتوا اعصابي، الله يخرب بيوتكم. انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. حاضر يا والدي، اطمن هتعرف تنام. اي ملاك هيهوب ناحيتك هقصقص لك جناحه بنفسي. نبه على الملايكة ما يقلقوش الاستاذ، الله يخرب بيوتكم. انت مش فاهمني، انا مش عايزهم يعدوا عليا الترانزيت. هي الملايكة بتعدي عليك ترانزيت؟ طب وانت عايزهم يعملوا ايه؟ يقعدوا معايا شويه. حاضر، من عيني دي ومن عيني دي. اتفضل انت حضرتك وانا هنفذ كل طلباتك. متشكر. الله يخليك. متشكر قوي. مع الف سلامه. عايز الملايكة يقعدوا معاه شويه. انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. اسمع، اي حد يجي يحجز تبعتوا لي الاول اكشف عليه. حاضر. ايه دول؟ دي جوابات جايه للدكتور نبيل والجماعه اللي معاه بتوع البيئه اللي نازلين في الشاليه اللي جنبنا. وريني. العلاج النفسي؟ الظاهر انهم دكاتره او مجانين. اهو جواب واحد باسم الدكتور نبيل وعليه اسم المستشفى، والباقي باسماء عاديه. مساله واضحه خالص. دكتور ومعاه شويه مجانين، بعثه مجانين جايه الصيف جنب الاوتيل. 100% لهم يد في كل اللي بيحصل. حضرتك متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ ده انا افهمها وهي طايره، بس لولا زفت الكلب اللي قافل مخي ومورطني وجايبني ورا. لو سمحت، مفيش جوابات باسم الدكتور نبيل. في. حضرتك زميله؟ انا الدكتور المساعد بتاعه. دكتور مساعد، اهلا وسهلا. ما شاء الله، ابن حلال والله. والله العظيم يا دكتور مساعد، انا كنت عايز ابعت لك ضروري عشان اتفضل سيادتك. شكرا. كاس ويسكي يا محمد. حاضر. شكرا. يا خبر يا راجل، وده صح. ليه خدمة عندك يا اخ حسن؟ ليا واحد قريبي كان جدع كويس قوي، بس بعيد عنك حصل له لطف، فكنت عايز ادخله عندكم المستشفى. قوي ندخله لك المستشفى واخد بالي منه واعمل له اللازم. تفتكر هجيب نتيجة؟ ايه اللي يجيب نتيجة؟ انت عارف الجماعة اللي معانا دول. ايوه، احكي لي بقى على الجماعة اللي معاكوا دول. لو شفتهم وهم داخلين المستشفى ما كنتش تصدق ابدا انهم هيخرجوا تاني. كانوا جايين لنا اخر عيدة. كان عندهم لطف؟ فيري هيفي لطف. مرض بنسميه عندنا بصفتنا متخصصين سيفير لطف. وهم خرجوا دلوقتي من المستشفى؟ والله ما تقدرش تعتبرهم خرجوا، لسه تحت الملاحظة والعلاج. يعني لسه؟ طبعا لسه. ده بقى يتوقف على التقرير اللي انا هكتبه. والراجل العجوز ده تبعكوا؟ لا. ولا الاستاذ عبد الحفيظ؟ لا. امال كنت بتعمل ايه عنده في الاوضه؟ انا ولا عمري كلمته. هتجيب لنا قريبك امتى؟ مش قريبي اللي هخش المستشفى، مش قريبي. انا اتجننت خالص. على خيرة الله، ما انا عارف كده من الاول. تعال انت بس وانا ان شاء الله هعمل لك اللازم. امشي. ما تورينيش وشك تاني. خد الجوابات دي. حاضر يا بيه.
ما تسكتوش عليه، ممكن تحصل له مضاعفات خطيره قوي. مجانين زي ما قلت لك، شاليه مجانين. اسمع، انا نازل اسكندريه دلوقتي، لو حد سال عليا انا في مديريه الامن. ما حدش يجيب سنه للكلب. جمهور مجانين وجنانهم من النار. 20 مايو لحد دلوقتي بنطير البحر الواحد لابسين ستات. لا ده انا سمعت هم ملايكه اتصل بالمسؤولين. ماجي ايوه شوفي. ها يلا، بس فين الشله؟ الشله؟ اهم. ها الجماعه فين؟ هناك قاعدين في التراس مع دقيقة واحدة. حصلني بال5 سم يا حسن. بعد اذنك يا حياتي، مأمورية صغيرة وهرجع لك على انا طول. مراقباك من هنا، اوعى تروح كده ولا كده. وانا استجري. تشاو. عايز السياحة تودينا في داهية؟ يلا ارجع اوضتك فورا. ليه؟ عشان تاخد الحقنة التانية. مش هاخد حقن. اتفضل، ادي اقرار كتبته على نفسي. انا مسؤول عن كل اللي يحصل لي. ترى ايه يا استاذ؟ احنا هنهزر؟ ما ينفعش. كان لازم تكتبه قبل ما تاخد الحقنة الأولانية. شوف، مش هاخد حقنة وهصرخ والم عليك البلاج، ولو اصريت هلم الشنط وانزل سوهاج تاني واصيف في سوهاج. مش عايز حقنة. طب اصرخ بقى كده ووريني هتعمل ايه. اهو. ها بعدين هو هيفضل قاعد لنا طول النهار؟ انا عارفه ايه اللي صحاه النهارده. مفيش فايده، نقابلهم بالليل. يلا يا بنات تعالوا معانا. يلا على فين؟ انتوا مش شايفين قاعد لنا ازاي؟ ما تخافوش، نام. هيصحى دلوقتي وهتحصل مصيبه لو ما لقناش. هيصحى السنة دي حتى شوفي. طبيعي لو نحب، ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقة قلبه جاية من اليمين يبقى قلبه مش طبيعي، مش طبيعي، يبقى قلبه مش طبيعي، مش طبيعي. شيء طبيعي لو نحب، ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقة قلبه جاية من اليمين، يعني قلبه مش طبيعي، مش طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي، مش طبيعي. حد يهرب من ربيعه ومن شبابه، حد يهرب من حبايبه ومن صحابه،
اللي يبقى الورد جنبه ولا يشوفوش يبقى ايه؟ مش طبيعي. واللي يبقى الشهد جنبه ولا يدوقوش يبقى ايه؟ مش طبيعي. والف مرة مش طبيعي مش طبيعي، ألف مرة مش طبيعي مش طبيعي. شيء طبيعي لو نحب، ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين؟ اللي دقة قلبه جاية من اليمين، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي. الطيور بتحب بعض في العلالي، والقمر عاشق بيسرح في الليالي، كل دي همسات عشان المحرومين ولا ايه؟ شيء طبيعي. يعني لما نحب نبقى معذورين ولا ايه؟ شيء طبيعي. هو ده الرد الطبيعي الطبيعي، هو ده الرد الطبيعي الطبيعي. في ناس بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. في ناس بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. ده مفيش موسم للحب، 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 ده مفيش. صباح الخير. صباح النور. معانا الليله دي ان شاء الله؟ طبعا. مش هتسافروا معاهم؟ مع مين؟ الجماعه اللي في الشاليه اللي جنبنا، مش قرايبكم؟ ايوه قرايبنا. والله دي حاجه تزعل خالص. الاستاذ اسامه قدم شكوى في المحافظه امبارح، والنهارده راح يجيب قرار بطردهم من المنطقه. ليه؟ الا ليه؟ يبقى انتوا مش قرايبهم بقى. لا مش قرايبنا، دول مجرد صحاب عرفناهم هنا. مالهم؟ دي الناس كلها مالهاش سيره الا هم. يا ستي دول شويه مجانين ومعاهم واحد دكتور وواحد تمرجي، جايين من الخنك عشان يصيفوا هنا. الظاهر نظام جديد عاملينه في الخنك. يا نهار اسود، اتاري كنيدي بيقول لي انا بحبك بجنون. هم عملوا حاجه في حد؟ دول عملوا اللي ما يتعمل، دي المحافظه مقلوبه من امبارح. يعني هم خطر للدرجه دي؟ اصل المجنون ده ما تضمنوش يا ست هانم، ساعات يبقى ظريف قوي فعلا، وفي لحظه ممكن يذبح اللي قدامه. عموما احنا علاقتنا بيهم سطحيه جدا، من بعيد قوي، يا دوب على قد صباح الخير. باي. دي مفاجأة الصيف، أول شاب بحبه يطلع مجنون. أنا هشوف ماجي. راوية زينب، مفيش حتى صباح الخير. كنت فين يا روحي؟ ظريف قوي يا احمد، ده البيت اللي هنقعد فيه. ليه كده يا أحمد؟ بتهدوا ليه؟ أرجوكي مفيش داعي للرقة دي، خليها للدكاترة والتمرجية. إيه اللي بيتقال كمان؟ مفيش داعي تشغل نفسك بالحكايه دي، انت عارف الناس بتعمل من الحبه قبه. انا بدافع عنكم في كل حاجه. كتر خيرك، أنا شاكر عطفك علينا. صدقني يا احمد، ده مش عاطف، انا بحبك فعلا ولازم اقف جنبك مهما حصل. ده كلام صيف. ده كلام من كل عقل، كل قلب. أنا مش عايز حد يعاملني برقة لأنه عارف إن عقلي فيه حاجة. عقلك سليم 100%. بقالك يومين بتعامليني برقة زيادة عن اللزوم. عشان بحبك. بتحبيني ولا عشان عرفتي؟ يا احمد انا عارفه الحكايه من ساعه ما ركبت معاكم واحنا جايين من مصر. ما تنساش ان معايا دبلوم تربيه وعلم نفس، واي انسان في الدنيا معرض انه ياخد انهيار عصبي ويشفى منه. رايح فين؟ رايح الشاليه، عاوز اقعد مع نفسي شويه. همشي معاك. ارجوك يا ماجي خليك انت، مفيش داعي تسوقي سمعتك على البلاج، مفيش داعي الناس تشاور عليك وتقول اللي بتمشي مع المجنونه اهي.
تعرف يا احمد ايه هو الجنون الحقيقي؟ اللي الناس بتعمله فينا ده. لا يا احمد، الجنون الحقيقي ان الانسان يرفض الحب او يتخلى عن الانسان اللي بيحبه مهما كانت الاسباب. حقيقي يا ماجد، انا مضطرب شويه وعايز امشي لوحدي. اسمع، لو ما عرفتش اقنعك بالعقل هقنعك بالقلب. لا موافق. مالكم؟ ايه؟ شوف بقى، احنا هنرجع مصر دلوقتي وهندخل المستشفى التاني ومش هنخرج منها ولا بالبوليس. انتوا لكم فلوس تاخدوها وبس. ما دام دفعنا ثمن العلاج ما حدش له حق يخرجنا من المستشفى. عايز ارجع المستشفى حالا. حسن. نعم. ايه اللي حصل؟ الظاهر والله اعلم البنات اللي بيحبوهم عرفوا ايه؟ يظهر واحد وحش فهمهم حاجه غلط. وانتوا قررتوا ايه؟ انكم تستسلموا؟ انا عايز افهم، انتوا رجاله ولا حاجه تانية؟ الراجل مهما حصل له لازم يقف على رجليه. انا عايز ارجع المستشفى حالا. رجعوني المستشفى حالا. ابني حبيبي. اهدى بقى اهدى. كورة شوط يا جبان. مالكوا يا ولاد؟ ابوكوا ضربكوا؟ طنط، انت عارفه الجماعه دول يبقوا مين؟ جماعه مين؟ وهو في غيرهم بتوع البيئه؟ عارفه. وما انت عارفه ما قلتليش ليه؟ تسيبينا كده نقع مع شويه مجانين؟ والله ما عرفت الا امبارح، ولما قلت لماجي ما همهاش. يعني احنا بس اللي ما نعرفش، وحضرتك برضو مش همك زي ماجي وقاعده مع واحد منهم. لا بقى، حسن حقنه مالوه، ده مش منهم. ده يعتبر المشرف عليهم. افرضي كان موتوا حد فينا، كان يبقى كويس؟ طب وانا مال انا؟ هو انا اللي جننتهم؟ حد ضربكوا على ايديكوا وقال لكم حبوهم؟ اما بنات مهاويس صحيح. يا مراهقات بسرعه ارجوك، احسن يكونوا ذبحوا حد في المنطقه. بسرعه. صباح الخير يا ديدي. اهلا. ايه مالك يا روح؟ ماليش ابدا، ده انا طبيعيه جدا، انا ما اتغيرتش من ناحيتك ابدا، انا زي ما انا. مديحة، ابعد ايدك، عايز تعمل ايه؟ انت مش طبيعية ابدا النهارده. مالك يا روح؟ انا كويسه قوي، بس ابعد انت عني. يبقى لازم عمو عبد الحفيظ بيراقب بقى. اتضح ان عنده حق، ابو خايف على بناته يقع في حد كده ولا كده. حد كده ولا كده يعني ايه؟ حد مجنون مثلا. يظهر ان حصلت مسائل. هتعمل ايه بالازازه؟ ولا حاجة يا مديحة. هتضربني بيها؟ مديحة مديحة عالي. مديحة مديحة، ده معقول؟ هتعملوا ايه يا مجانين؟ انا مديحة. ايه في ايه؟ مش وقت تخش. ادخل يا احمد ادخل. حقونا. ايه؟ في ايه؟ هجوم. المصيف كله هجم على الشاليه. ليه؟ الظاهر الناس اتجننت. استنوا انا هتصرف. ما حدش يقرب من الشاليه، اعقله. احنا كلنا مسلحين ومعانا ذخيره تخلينا ندافع عن الشاليه من النهارده للسنه الجايه. كده عمروا المدافع وما تضربوش الا ما اقول لكم. ايوه اعقلوا كده. ابعتوا لنا بقى وفد نتفاهم معاه. بوليس. بوليس. حد فيكم عمل حاجة؟ محمد. اطلاقا لا. جنيدي. انا بريء.
مدحت، مدحت، كلمني بصراحة، انت غنيت لحد النهارده؟ الموقف ما استعملش الهزار يا احمد، لازم تاخد المساله جد. جد؟ انت بتصدق ان في حاجه جد يا دكتور؟ انا سمعت ان الاستاذ اسامه قدم ضدنا شكوى. الو الو الو، اسمع كل الناس، اسمع كل الناس، كل الساده المصيفين يبعدوا عن الشاليه. اداره الاوتيل مش مسؤوله عن اي حاجه تحصل لهم. الو الو الو، اسمع كل المجانين اللي في الشاليه، اذا كنتوا فاكرين نفسكم مجانين فانا 60 مجنون. اسامه ضابط الامن بالفندق بيتكلم. الو، اخرجوا رافعين ايديكم لفوق، اي تصرف جنوني حاضره في التليفون. فاهمين ولا مش فاهمين؟ استاذ اسامه اللي بتعمله ده هو التصرف الجنوني. نعم. من فضلك ده شغلنا احنا. طبعا. من فضلكم بلاش اللمه دي. من فضلكم بلاش اللمه دي، اتفضلوا. افتح الباب. معاهم مرافع جوه. افتح الباب، انا النقيب صلاح حسني. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ احنا اللي بنسأل في ايه؟ الاستاذ اسامه مقدم شكوى ضدكم، بيقول ان في اعمال جنونيه بتحصل. سياده النقيب انا برفض الكلمه دي. مين حضرتك؟ انا دكتور نبيل عبد الهادي. المجموعه اللي معايا دي اعلى من الاستاذ اسامه ده 1000 مره. على كل حال حصل خير، ممكن نتفاهم بهدوء، مفيش داعي للعصبيه. يلا بينا على الاوتيل. والعالم المجانين اللي بره دول ممكن يقطعونا. والله العظيم الواحد يشط فيهم ولا يحصل. انتوا هتخرجوا في حمايتنا. يلا. ايه؟ طب يلا. خلاص، يلا بينا. اقعدوا بالعافيه وانتوا كمان. علينا النعمه احنا مدفوعين زومبا. ولا ايه؟ ان شاء الله مفيش حاجه، لا بسيطه يا دكتور ان شاء الله. اطمن لو حد اتصل بيا انا في البيت. مفيش حاجه ابدا باذن الله، باذن الله مفيش حاجه. بسيطه. اطلعوا يا جماعه، اطلعوا. اتفضل 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 حضرتك. اتفضل يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. غلطه كبيره قوي اللي انتوا عملتوها دي. في فرق ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، وافرضوا انهم تعملوا فيهم كده. انتوا ايه؟ مفيش انسانيه؟ انا كنت خايفه منه، وبعدين ده شيء مش سهل بالنسبه لي. اول حب في حياتي اتصدم فيه بالشكل ده. طب وقفوا جنبيهم، دول خلاص خفوا في مرحله النقاهه وبقوا طبيعيين. ولا انتوا عايزين تتجوزوهم على الجاهز؟ يا ماجي الجواز مسؤوليه كبيره، هيبقى فيه اولاد. عايزه اولادنا تبقى عقولهم ترللي. والله ما في حد عقله ترللي الا انتم. عندها حق، احنا اتصرفنا بندالة. انت بالذات يا مديحة ما كانش لازم تعملي كده. انا اتفضل سيادتك. اسمعوا، في كل مرة لما كنا بنتعرض للمتاعب ما كناش بنقاوم، كنا بنستسلم. المرة دي مش هنستسلم، مفيش مستشفى تاني. أنا عن نفسي مش هستسلم. حياتي دلوقتي فيها حاجات جميلة لازم أحافظ عليها وأدافع عنها، ومهما كانت الدنيا شرسة هكون أشرس منها. ها، أيوة يا سيدي، في إيه ضدنا؟ فعلا انا عايز اعرف ايه اللي عملوه. كلك عين تتكلم يا دكتور؟ مش حاسس بمسؤوليه اللي عملته؟ جايب لي شويه استاذ اسامه مفيش داعي الكلام اللي يعاقب عليه القانون. من غير نرفزه، ايه الواقعه بالظبط؟ أيوة، مش عايزين شائعات، خلي كلامك محدد. اتفضلوا اتكلموا. 3 منهم كانوا بيلبسوا لي ستات ويجوا يعكسوني بالليل. مين فينا؟ قوم قوم تعالى، حقق فينا كويس. وريني رجلك الاول. ايه يا اخويا ده؟ ما تحطش ايدك عليا، قطعت. طلع لهم امتى ده؟ لا مش دول، التانيين كانوا زي لقطة القشطة. الله يرحمك يا اما. الافندي ده والافندي ده. انت ما تقوليش الافندي ده والافندي ده وتعمل لي مولد.
اسمع يا استاذ اسامه، انا هسالك سؤال وعاوزك تجاوبني عليه بضميرك يا شيخ. اتفضل. الاستاذ عبد الحفيظ مش نازل فول بورد؟ ايوه. متاكد؟ على يدي. طب انا هسال حضره الضابط سؤال تاني. حضره الضابط بذمتك اول بلد تطبق نظام التامين الصحي الشامل مش اسكندريه؟ ايوه. طب قول له. ده حقيقه يا استاذ عبد الحفيظ. امر لله. انا اسف، ما كنتش عارف. والاربع موتوسيكلات اللي سرقتوها. لا دي اشاعه يا فندم. جات لك شكوى من حد ان في موتوسيكلات اتسرقت؟ لا. غيره؟ المايوهات يا كابتن. فعلا الواقعه المحدده هي سرقه المايوهات. حضرتك شفت حد فينا سرق مايوهات؟ هيكون مين يعني؟ هيكون مين؟ واحنا مالنا يا اخي؟ ما تروح دار عليه. مش احنا اللي سرقنا المايوهات. امال مين؟ ابويا؟ مش هم يا استاذ اسامه. المايو ده انا اشتريته امبارح، وادي الفاتوره بتاعته. اللي سرق المايوهات مش حرام. اختفاء المايوهات مش حادثه سرقه، عشان كده هي مش من اختصاص الشرطه. دي حاله مرضيه، يعني من اختصاصنا احنا. ده نوع من الانحراف النفسي البسيط، اذا ترك من غير علاج ممكن يؤدي لمضاعفات خطيره، لكن في المرحله دي ممكن علاجه بسهوله. لما بدأت المايوهات تختفي اهتميت بالمسألة دي جدا، واستبعدت ان اللي سرقها هيكون حرامي، وبدأت ألاحظ كل نزلاء الأوتيل من بعيد. الشخص المصاب بالانحراف منعزل عن الجنس الآخر نتيجة عقدة إحساس بالذنب، عنده تثبيت على مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى كبت قديم وحرمان طويل، ولذلك وبلا شعور هيربط بين المايو وبين الجسم البشري اللي هو محروم منه، وعشان كده بيحاول انه يمتلك المايو اللي بيتحول في تصوره الى جسم امرأة. ولذلك لو لاحظتم حضراتكم هتلاقوا ان في واحد من الموجودين لا يستطيع السيطرة على اعصابه في مواجهة المايو، او بمعنى اصح ما يمثله المايو اللي هو جسم المرأة. كلكم بتقعدوا عريانين على البلاش، بتتعلموا مع البنات من ابتدائي للجامعة، وتقعدوا معاهم في كل حتة وتستكتروا عليا حتة مايو. حرام عليكم، ده ظلم، ده ظلم. ما يصحش يا استاذ. بابا بابا بس يا بنت التوهية، هتقول المايو ده؟ هات المايو ده. يا استاذ حاجه ما يصحش. المهند. الله الله الله، يخرب بيتك يا عبد الحفيظ. ابو عبلوني هاتوه دلوقتي بقى من اختصاص هنا. على فين يا عم بس؟ صلى على النبي. هاتوا اهو امسكوا من الحرقوق. تعال هاتوا يا جنيدي. شيلك. هاتوا لي ليفه وصابونه. هاتوا لي ليفه وصابونه. روق بس روق. انا رايح ايطاليا. خير ان شاء الله خير. خد نفس نفس بس، خد نفس. حفيظ. خد نفس. حفيظ. ايوه ايوه حرفوفه. جنيدي اقعد على بطنه، اضغط. اقعد انا يهمني. نضرته. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عمو. ايه؟ بابا حضرتك يا بابا. ده شر عليك. يلا احنا يا جماعة. بابا اتكلم يا بابا. عن اذنك. ألف بعد شر حبيبي يا بابا. بعد بالشر عليك يا بابا. حقك عليا، ظلمتك معايا. اتضح انها مش سرقه، ده انحراف عقلي. انا اللي كنت قافل مخك ومورطك معايا. ايه؟ عايز تفهمني انك كنت عارف من الاول؟
يا شيخ تنيل. ما تزعلش، ما تزعلش مني. ماجي، أنا متشكر قوي. وقوفي جنبي خلاني أحس إني أكبر من الدنيا نفسها. يعني هتدفع 375 جنيه مهر و125 جنيه شبكه و550 خلو؟ ان شاء الله يكون 1184 في 175 على 124 ومعانا الواحد. ان شاء الله استلف لها واحد من اللي جنبها. مفيش داعي للاحساس بالخجل، ده مرض بسيط جدا هيتعالج منه بسهوله. بس انتوا خليكوا جنبه وهو هيخف ان شاء الله. مدحت، أنا خجلانة قوي من نفسي، ما كانش في داعي أفقد الثقة فيك وأعمل معاك اللي عملته. أنا آسفة يا مدحت، آسفة. مديحة، الحب ما فيهوش اسف ابدا. سليمة الحمد لله، طلعت لك منه يجي 20 صفيحة مية. كان هيغرق مني بس أنا سديت عليه الزاوية الشمال. جنيدي، إيه؟ انت لازم تنزل مصر حالا. ليه؟ انا قريت صفحة الرياضة النهاردة، لقيتهم رجعوك الفريق تاني. راوية، جنيدي، أنت سنتر حياتي. دقيقة و50 ثانية من ساعة ما نطيت في المية لحد ما وصلت لبابا. فاضل تمرين واحد، لما يجرأ تاني هوصل له في دقيقة. الدنيا صحيح يظهر حلوة وما احناش حاسين، الجو لذيذ والهوا يسكر والناس حلوين، والسما مفروشة عالمالح تروة ياسمين. إذا كان ده كله مش لينا كان يبقى لمين كان يبقى لمين